السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي في كل مكان، عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وعلى اصحابه اجمعين. قبل ما نبتدي كده متنسوش تحطوا اللايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زرار الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. عايزة شوية تفاعل يا جماعة كده وشوية لايكات، المشاهدات عندي واقعة خالص، فايه يعني نكبر ببعض كده ونشجع ببعض. النهارده هنعمل اكلة المستعجلين، حاجة سهلة وفي طاسة واحدة ولا في حلة واحدة ومن بواقي التلاجة، يعني حاجة اقتصادية جدا. هنعمل النهارده مكرونه بالسوسيس. انا فتحت الفريزر لقيت عندي ايه، واحدتين سوسيس كده قطعتهم صغير على قرن فلفل الوان كده، تمام، اخضر واحمر واصفر. ممكن تحطي اخضر بس احمر بس، ده اللي لقيته عندي في التلاجة. يعني يعني ايه، ما تتربطيش باللي انا عاملاه، ماشي. ممكن ما تحطيش فلفل، ممكن تحطي حاجه تانية انت بتحبيها، ممكن تحطي طماطم، دي حاجه بترجع لك انت. عندي بصلايه صغنونه خالص كده زي ما انتم شايفين. عندي برضو ايه شويه زيتون، برضو مش هيضر، مش هيقول حاجه. عندي ايه معلقه توم كده صغيره نحطها، وعندي طماطم، وعندي اي نوع مكرونه بتفضلوه. انا الولاد بيحبوا عندي اللي هي السوسته ديت، انا سلقتها بس ايه يعني فيها تكه بسيطه عشان تستوي معايا في الصوص اللي هعمله. وجبه سهله جدا وبسيطه. ممكن تبدلي السوسيس بلحمه معصجه، ممكن بفراخ معصجه، بسجق، يعني بصي الخيارات قدامك كتير، تمام. ممكن تعمليها في طاسه، ممكن تدخليها الفرن، اعملي بقى وابدعي زي ما انت عايزه. دي فكره سهله كده وبسيطه، تمام. للواحده مستعجله، الواد جاي من المدرسه جعانين، هتطلعيها مش هتاخد في ايدك 10 دقايق. عمايلها على النار بس. نروح على البوتاجاز ونسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف هنبتدي بايه. بصوا حبايبي، عندي بقى جريل، طاسه، اي حاجه كده. انا حبيت اعمل في الجريل واسع عشان يبان معايا. هنزل كده بشويه السوسيس، شويه زيت كده حلوين طبعا عشان المكرونه، ممكن تستعملي زبده براحتك. بصوا السوسيس مش هياخد وقت لان النار بتاعتي كانت عاليه، فهيساعدني ان هو ايه يشكشك على طول زي ما بيقولوا. البهارات بقى هنعرفها مع بعض دلوقتي. اي نوع بهارات بتحبيه حطيه. بصوا خلاص، عايزه احط بس شويه ايه. بصوا حبايبي هو بيتشوح كده، هنزل عليه بشويه فلفل اسود، تمام. الريحه كده تطلع كده وتصحصح معايا، وشويه من الملح. خدي بالك من الملح عشان انا معايا زيتون مش عايزاه يحدق، تمام. وزي الفل. بصوا السوسيس خلاص اتشوح معايا وبقى تمام التمام زي الفل. هنزل بالبصل بتاعي برضو كله كده على السريع، يدبل الخضار بس يدبل مع بعضه ويبقى حلو جدا. دي اكله سريعه زي ما قلت لكم، اقتصاديه ومغذيه، يعني فيها بصل وفيها فلفل. ممكن كمان تدخلي مثلا كوسه، جزر، في الحاجات ديت الولاد ما بياخدوش بالهم من الحاجات دي. يعني اي نوع خضار، تمام، بس طبعا يكون بيستوي بسرعه، تمام، او حتت صغيره عشان يبقى مسافه التشويح. بصوا حبايبي والبصل بيدبل كده معايا، هنزل بمعلقه كده من الكزبره الناشفه ومعلقه من البهارات المشكله، تدي طعم للمكرونه بسم الله تحفه جدا. معلش ايدي اتهزت. ممكن نحط كمان شويه ايه، بصوا انا بفتكس معاكم على فكره، يعني بشوف ايه البهارات اللي بحبها واحطها. هحط كمان شويه كده من الزعتر، اتركهم كده زي ما انتم شايفين، هيعلي التست معايا جامد. يبقى انا حطيت فلفل اسود وكزبره وزعتر وبهارات مشكله من اللي انا عاملاها. اي بهارات واي حاجه انت حابه تحطيها حطيها. بصوا البصل خلاص زي الفل، ابتدى خلاص ياخد اللون الاصفر بتاعه. هبتدي انزل بقى بالثوم على صغيره كده. انا بحب الصراحه في تست المكرونه البصل مع الثوم، ممكن انت تعملي بثوم بس وممكن تعملي ببصل بس، الاكل ده ايه اذواق. حط معلقه ثوم كده، يعني 3-4 فصوص كده، بيدي نكهه وريحه حلوه قوي. ده الثوم اللي انا مفرزاه معاكم في القناه، شوفوا ما شاء الله لحد دلوقتي هو عاملاه من 3 اللي فات زي الفل معايا، ما حصلوش اي حاجه ولا ولا اسود ولا اصفر. بصوا اهو، بصوا المنظر بلونه زي ما هو. هبتدي بقى انزل بالفلفل برضو ياخد ايه تشويحه كده معايا. ممكن تستغني عن الفلفل بس عشان كان عندي في التلاجة فقلت ايه هحطه. بسم الله. بصوا واحنا واقفين
كملناش 10 دقايق عملنا اكله سريعه جدا. يعني كل اللي خدناه سوى المكرونه. المكرونه ما كملتش 10 دقايق يعني في السليق بتاعها. بصوا الالوانات بقى والحلاوه. انا لحد دلوقتي ما حطيتش الزيتون، يعني الزيتون هحطه في الاخر خالص عشان خاطر ما يتبلش كده ويبقى طري معايا ومش حلو. بصوا بقى الالوان والحلاوه. بصوا حبايبي خلاص كده تمام زي الفل. ريحه الثوم والفلفل والسوسيس كله كده مع بعض حلو قوي. هنزل بقى بالطماطم. بصوا ما شاء الله الطماطم بتاعتي اللي انا عاملاها. يلا نحطها كلها. دول حوالي نص كيلو طماطم طبعا، بس متسبكه بقى ومتظبطه. شايفين لونها اصلا الحمارة عامله ازاي. احط شويه ميه صغيرين كده. طبعا هي متسبكه جاهزه. ثانيه واحده كده. فدي مش هتاخد معايا 10 دقايق 5 دقايق بالكتير، لان بصوا هي بتغلي اصلا لوحدها. هي بصوا ما شاء الله حاجه كده خرافه. تحمري بقى شويه بطاطس جنبها، تقلي برجر، تقلي شويه ناجتس، ممكن تاكليها لوحدها كده وتجنبيها طبق سلطه، هتبقى تمام قوي وزي الفل. هقفل بس 5 دقايق تغلي معايا، يعني المكرونه الصلصه تغلي معايا كويس. تمام انا خلاص كده تمام وزي الفل. انا مش عايزه الصوص بتاعها ايه لا تقيل قوي ولا خفيف قوي، يبقى وسط كده عشان عايزه المكرونه تبقى عايمه فيه. تمام تغلي بقى كده معايا 5 دقايق ونرجع نحط المكرونه من بعض ونشوف شكلها هيبقى عامل ازاي. متنسيش تحطي لايك وتشتركي في القناه بقى على المكرونه الجامده اللي احنا عاملينها دي. بصوا حبايبي خلاص كده الصلصه معايا بقت تمام وزي الفل. هبتدي بقى انزل بالمكرونه. بسم الله. طبعا بقى ده حاطه عامله كيس عامله كيسين براحتك بقى. حط كده شويه ونقلب. المكرونه دي طعمها حلو قوي في الاكل والعيال بيحبوها قوي زي الاسباجيتي كده. بسم الله. هبتدي بقى اقلب بقى. بصوا بقى الوهم بقى. بصوا الجمدان. هنزل بقيت كميه المكرونه واقلب. بصوا حبايبي خلاص كده هنزل بقى بالزيتون معايا شويه صغيرين مش كتير، اللي كانوا عندي يعني ممكن ما تحطوهمش. تمام بس ايه تدي بس تطعيمه. انا دلوقتي مهديه النار خالص عليها. تمام 5 دقايق بس ايه تتشرب كده من الصوص الفظيع ده. بصوا المنظر عامل ازاي يا جماعه. ايه يا جماعه ده من احلى انواع المكرونه بجد. الخضار بقى باين فيها والسوسيس والفلفل حاجه كده عظمه عظمه. ممكن على فكره تدخليها الفرن تاخد لون معاكي برضو حلو شغال معاكي وزي الفل كده تمام وزي الفل. هوديها بقى في الطبق ونشوف شكلها الفظيع. بسم الله. تمام وزي الفل. هسيبها بس 5 دقايق على النار تتشوح، مش تتشوح تتشرب كده من الصوص. تمام ونرجع نكمله تاني. بصوا بصوا عامله ازاي حاجه كده تحفه. بصوا حبايبي خلاص كده انا خلصت. بصوا حبايبي خلاص كده انا خلصت المكرونه بتاعتي الجامده. مخدتش معانا وقت 10 دقايق ربع ساعه بالكتير. بقت بالمنظر الرهيب اللي انتوا شايفينه ده. حطيتها بقى في الطبق ده شويه خضره كده كزبره شبت اي حاجه تكسر بس اللون. بس كده حاجه سهله وسريعه وموفره جدا. اتمنى تجربوها ان شاء الله وتعجبكم وتنال رضاكم. اتمنى منكم بقى دعم وشير وسبسكرايب للقناه. وزي ما قلت لكم بقى سوسيس فراخ لحمه ابدعي بقى وانهي حركاتك. هقول لكم بقى السلام عليكم. استنوني في وصفات تانية احلى واحلى.